السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض صينية جلاش. انا عاملاها معاكم من حوالي يومين ثلاثة، ومن حلاوتها طلبوها مني تاني، فهنعملها تاني. ادي الجلاش، وانا جبت ورقة جلاش. تتخيلوا ورقة الجلاش اللي كانت ب7 جنيه كانت ب5، بعدين بقت ب7. النهاردة اجيبها ب20 جنيه. ورقة الجلاش ب20 جنيه. هنعمل النهارده صينيه جلاش باللبن، مش هعمل لها شربات. انا هسقيها باللبن وهناكلها باللبن بس، مش هعمل لها شربات. ادي الجلاش اهو، وادي الزبده. سيحت الزبده. همشي كده يا حبايبي اهو. انا هفصل معاكم عشان ادهنها كويس واحطها في الصينيه وارجع لكم. واول ما اخلص الصينيه باذن الله هرجع اوريها لكم. انا هدهنها كده وهكشكشها زي المروحه، وهحطها رصها في الصينيه لغايه ما الصينيه تتملي. فاصل ونواصل. بصوا يا حبايبي، ادي صينيه الجلاش اهي. خلاص خلصتها اهي زي المروحه. المفروض تكون في صينيه مربعه، بس انا ما عنديش صواني مربعه. كل الصواني اللي عندي مدوره زي كده. هدخلها بقى الفرن تحمر، ولما تحمر وتطلع هحط فيها هسقيها باللبن. وادي الباقي اهو، هلفه في ورقته واشيله في كيسه. فاصل ونواصل. بصوا حبايبي، ده اللبن اهو. هحطه يسخن عشان ده لبن اكياس ما بيتغليش. حطيت عليه اللهم صل على النبي، حطيت عليه كيس فانيليا، وهنحطه يسخن بس اهو. ولعت البوتاجاز اهو. اول ما يسخن ونطلع صينيه الجلاش هنكبه عليها. صينيه الجلاش يا حبايبي اهي، واللبن خلاص سخن. هنجيبه بقى نسمي بسم الله. بسم الله. سامعين يا حبايبي؟ غرقة لبن كده هي اهو. هو دلوقتي هيشرب اللبن كله اهو. هنسيبها بقى تبرد وارجع لكم. بصوا حبايبي، انا سقيتها خلاص لبن وقلبتها. ده القاع بتاع الصينيه اهو. قلبتها عشان يبقى الوش برضو طري شويه. اقطعها واطلع منها في الطبق ان شاء الله وهوريها لكم. اهي يا حبايبي خلاص خلصت اهي. حمارة جميلة جدا وطعمها كمان اجمل. احنا بنحب اي حاجة بتبقى سادة، ما بنحبش عليها مكسرات. لا بنحب جوز الهند ولا سوداني ولا اي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي بنحبها الزبيب. عملتها اهي سادة معاكم باللبن. جميلة جميلة جميلة. هروح بقى انا عارفة الطبق ده لمحمد اديهوله. لو عجبتكم صينية الجلاش دي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. سلام عليكم حبايبي.